السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا لليوم مرة رهيبة، كيك البرتقال بطريقة سهلة وناجحة، وطعمها مرة حلو، ومن كثر حلاوتها بتدمنوها. جربوها، لكن التزموا بخطوات العمل خطوة خطوة عشان تنجح معكم ومن أول مرة. وليعمل كيك البرتقال بنحتاج عصير برتقال فريش، وإذا مو متوفر عصير البرتقال الفريش ممكن تحطوا عصير برتقال معلب حسب رغبتكم. هنا أنا معي 5 حبات برتقال بعصرهم بالعصارة اليدوية. هنا الكمية يلي حصلتها من ال5 البرتقالات 1.25 كوب. وبعد ما جهزنا العصير بننتقل لتجهيز قالب الكيك. معي هنا قالب كيك قياس 26. بندهن قالب الكيك بزبدة أو زيت، وبعدين بنرش القالب بالطحين عشان يخرج الكيك من الصحن بسهولة. وبعدين بننتقل لتجهيز الكيك. بنحط في وعاء 4 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، وكوب معياري سكر حبيبات قياس الكوب 250 ملي، وبنضيف قطرات من روح البرتقال، طبعا اختياري لكنه بيعطي طعم أقوى للكيك. وبعدين بضيف نصف ملعقة صغيرة فانيلا ونصف ملعقة صغيرة خل، وبضيف ملعقة كبيرة بشر البرتقال. ممكن تكتفوا بقشر البرتقال بدون إضافة روح البرتقال. وبعدين بنخفق المكونات السابقة لمدة 5 دقائق. وبعد مرور ال5 دقائق بنضيف كوب زيت بالتدريج مع الخفق المستمر أيضا لمدة 5 دقائق. مهم جدا الخفق بذي المرحلة عشان نحصل على كيك إسفنجي. وبعد ما خلصنا خلط بنضيف عصير البرتقال بعد ما نصفيه من الشوائب، وبضيف 2 ملاعق كبيرة زبادي. ممكن نحط 1.25 كوب من عصير البرتقال بدون إضافة الزبادي، لكن إضافة الزبادي يعطي قوام متماسك وهش للكيك. وحطيت كمان رشة ملح عشان تبرز النكهات في الكيك. وبنخفق شوية، لا تخفقوا زيادة حتى ما يروح الهواء يلي حصلنا عليه أثناء الخفق، لأنه بيساعد في ارتفاع الكيك. وبعدين بنضيف 3 أكواب إلا ربع دقيق أبيض منخول. طبعا ممكن نزيد 2 ملاعق كبيرة حسب نوع وخفة الدقيق. وبعدين بنضيف ملعقة كبيرة بيكنج باودر ونصف ملعقة صغيرة كربونات الصودا. إضافة بيكربونات الصودا يعطي هشاشة أحلى للكيك. وبعدين بنخلط الكيك خلط خفيف بالمضرب اليدوي باتجاه واحد. وبعدين بنحط الخليط في قالب الكيك، وبنطرق قالب الكيك من 2 إلى 3. وبعدين بنحط قالب الكيك في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 40 دقيقة، النار من تحت. وممكن إذا تحبوا تحمروا الكيك زيادة ممكن تشغلوا النار من فوق مع المراقبة. وده شكل الكيك بعد ما استوى. بنغطي الكيك بمنشفة خاصة لمدة نصف ساعة.
وبعد نصف ساعة قلبت قالب الكيك انشال من القالب بكل سهولة. ما شاء الله، الكيك مرتفع وهش وخفيف جدا. جربوا الطريقة، مرة رهيبة. وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. شكرا للمتابعة. في أمان الله.